السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم باش نطيبوا مع بعضنا ملوخية، ملوخية بنينة ياسر، حاجة صحية و... ولازمة تتاكل تقريبا مرة في الأسبوع، خاطر الملوخية راهي مليانة بالمغنيسيوم. باهي، خذيت طنجرة صبيت فيها شوية زيت، خدمت الغاز وحطيت على كل شخص مغرفة مليانة بالملوخية وست مغرفة زايدة، نقولوا احنا كي مغرفة الطاولة، يعني إذا كان حد يحب يزيد. بعد ما بديت هيك الملوخية هكا دوب تطلع في الكشكوشة الصغيرة، معناها سخن الزيت، نبدأ نزيد في ماء سخون يغلي. نزيد بشوية بشوية، كان نزيدو ضربة واحدة ينجم يفيض، دونك نزيد بشوية بشوية ونقعد نخلط، نزيد بشوية بشوية باش ما تشدش زادة خاطر الملوخية، ونقعد نحرك مليح مليح كيما تشوفوا في الفيديو. وهي تبدا تعمل هكاكا في الكشكوشه، ما تخافوش منها، هاكا بشويه بشويه احنا نزيدوا في الماء السخون اللي يغلي، لازم يكون يغلي، سينو الملوخيه تولي لنا فيها كي اللعاب، عرفتوا؟ دونك احنا باش نحيو هكا اللعاب هذاك نزيدوها الماء السخون اللي يغلي. فما عائلات يقليوا الملوخية في الزيت حتى كشي يتنحى هذا لكن هذيك ماهوش صحي، احنا طريقتنا هذه طريقة صحية، وتو تشوفوا الملوخية متاعنا تجي بنينة ياسر وحاجة ياسر معناتها صحية وفيها كل المنافع اللي هما الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، غنية جدا الملوخية بالفيتامينات. باهي، تو بعد ما حطينا لها الماء الكل نخليوها تغلي تقريبا لمدة ساعة ساعة ونص هكاك. وشاك فوا نقعدو نحركو فيها، راهو معناتها نغطيوها ونخليوها تغلي ساعة ونص ساعة انتي وقداش حطيت لها ماء. به، ما ننساوش زاده باش نحطوا لها الرند يبنن ياسر الملوخية ويعطي فيها طعمة بنينة. دونك لهنا اشاك فوا نحرك، ما ننساوهاش باش ما تشدناش. خذينا تويكا اونتر طون اللحم متاعنا، أنا 3 أشخاص دونك خذيت 3 قطع من اللحم، زدتهم بالطبيعة أوريقات رند، دونك أنا رميت 2 ورقات رند في وسط الملوخية و3 ورقات مع اللحم. عملت تقريبا أقل شوية من راس ثوم، خاطر هو بقري دونك يحب الثوم، البقري يحب الثوم، حتى اللحم العلوش نعملوا له فيه زادة ثوم. زدتوا شوية ملح على خاطر الملوخية في الأصل راهي فيها الملح، وزدتوا شوية فلفل أكحل، معناتها مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة كركب، مغرفة كبيرة تقريبا فلفل أحمر ولا أقل شوية، مغرفة أقل شوية زادة من الطماطم. نجمو نزيدو زادة الهروس، فما شكون يعملها بالهروس تجيب بنينة زادة، أنا للأسف ما عنديش هروس. بعد كما نقولوا احنا تعدي هيك الساعة ولا الساعة ونص، واللحم زاد دخل فيه اللفاحات متاعنا خاطر حركناه مليح ودخلنا فيه اللفاحات، دونك نحطوا اللحم في وسط الملوخية ونقعدوا نستناو فيها حتى كشي تنشح وتطيب. هنا الملوخية متاعنا طابت، ان شاء الله تعجبكم.